وصفهم بالخيانة، وصفهم بأنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وصفهم بأشياء كثيرة جدا. كل ده عن سبيل ده علشان في واحد يهودي كان هيظلم أو كان الذنب أو كان يقع عليه الظلم، هذا ما لا يمنع الله تبارك وتعالى. ولذلك لولا أن أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات كانت إيه؟ الناس نفذت في اليهود من غير ما يشعر. ولذلك لا يقول إيه؟ ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك. الجدال بتاعهم والكلام اللي هو إيه؟ اللي هو يغير الحقائق، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يعني عايز يقول له لولا فضل الله ولولا رحمة الله تعالى عليك لأوقعت العقاب على اليهود ظلم، ويبقى حاشا لنبي أن يظلم أو أن يقع منه ظلم على أحد، ولكن فضل ربنا كان عليك كبير. اكتشف أمر الصحابي هذا وعرف بين الناس، وظهر وبرأ القرآن الكريم سهل اليهودي الذي كان يحارب الله ورسوله في ذلك الوقت. الله تبارك وتعالى أنزل في حقه أن يتلى إلى يوم القيامة علشان يبقى مثل وقدوة. وجيء في الصحابي هذا اللي هو طعمة بن عبير ونفذت فيه الحد، وأصبح اليهودي بريء من فوق 7 سماوات. هذا لكي نعرف خطورة الظلم أو خطورة أن أرمي أحدا من الناس شيئا لم يفعله. لذلك عبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب. يعني هذه الحادثة لها سبب، إن هي القرآن الكريم نزل يعالج إلى يوم القيامة. أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات كما يقول تبرئ ساحة اليهودي مما كان سيقع عنه. القصة دي طبعا قلنا رواها مجموعة من أصحاب السنن زي الترمذي وزي الحاكم وزي الطبراني وزي ابن المنذر وزي ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وزي ابن جرير، ورواها أيضا ابن كثير أيضا في تفسيره. روى أيضا هذه القصة عن ابن إسحاق مطولة وخلاصتها نفس القصة نفس الكلام، قصة الرجل من الصحابي الذي سرق درعا وذهب أحد اليهود. فالعدل عدل جاد، حينما تطبق العدل لا تنظر إلى هذا أنه عاصي أو مؤمن أو كافر أو مؤمن وكذا. العدل أو الله تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أقرب التقوى. أي قوم أي ناس مسلمين أم غير مسلمين، كفار عصاة غير عصاة، لا العدل لابد أن يطبق تماما. وهذا مثال لنا في كتاب الله تبارك وتعالى لعلنا نستجيب به إن شاء الله تبارك وتعالى ونفعنا في حياتنا. أقول بهذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. جزاك الله مولانا. جزاك الله خير. ايش تقريبا عن الاسلام العدل ان شاء الله يعني. ان شاء الله. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. عرفنا ان الاسلام ما بيحبش الكذب. ايوه بارك الله فيك. عرفنا ان الاسلام ما بيحبش الكذب. ركزوا بس. اتفضل حاجه بس. كل هذه الاشياء ليست من طبيعه المسلم. يطبع المؤمن على الخلال كلها ولا المسلم على الخلال كلها؟ يطبع المؤمن على الخلال كلها الا الخيانه والكذب. خيانه والكذب، الله يفتح عليك. المؤمن لا يكذب اول حاجه. ماشي. ومثال ده بس يا رسول الله يكون المؤمن جبانا، قال يكون المؤمن جبانا، يكون المؤمن بخيلا كذابا، لا يكون المؤمن ايه؟ كذابا. نعم. نخش على الاسئله. الحاج منصور. اتفضل ان شاء الله. مش حاجه اتفضل. الحاج اسلام.
اتفضل يا استاذ، ما فيش سؤال. ماشي، الحاج محمد الزعبلاوي. ايوه يا عم زي كنت انا عايز اساله سؤال يا عم اتفضل. الحاج. طبعا دلوقتي الامر دلوقتي الامور اللي بتمر بيها البلد دلوقتي ان هي بتعيش حاله فتنه، والفتنه ديت عاشتها عصور الاسلام الاولى في صدر الاسلام ايام سيدنا معاويه وسيدنا علي، وحصلت فتنه زي اللي حصل دلوقتي برضه، كانت ما بين فئه ضاله وما بين فئه مؤمنه كويسه اللي هو اللي كان الحق مع سيدنا علي. الواجب علينا دلوقتي ان المفروض ان احنا نصلح ما بين الطائفتين، وان طائفتان من المؤمنين اختلفوا فاصلحوا بينهما. دلوقتي الوقت اللي بيمر بيه البلد ده، ايه اللي واجب على المسلم ان هو يعمله في الوقت الفتنه اللي احنا فيه ده؟ نعم ماشي يا أخي. هو أولا الفتنة اللي كانت بين سيدنا علي وسيدنا معاوية يعني بين طائفتين من المسلمين. جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله خير. حاضر. عشان بس ايه وهذه يعني عاوز اقول ان هذه الحوادث عافانا الله تبارك وتعالى ان لم نكن فيها، عشان بس ما نخوض فيها. والكلام ده في كلام او في كتاب اسمه العواصم من القواسم، بفند الحاجات دي ورد عليها كويس، اللي عاوز يشوف يقرا هذا الكتاب عشان بس لا نجرب احدا من الصحابه او كان عليه غير ما نعلم. طيب هو اما الان ايوه انا قلت ما هو طيب مضمون السؤال هو بيقول لحضرتك احنا نعمل ايه دلوقتي؟ الواجب علينا الفصلين او يعملوا ايه؟ او اللي خايف على نفسه مش عايز يقع في غلطه في غلطه قصاد ربنا يعمل ايه دلوقتي؟ ايوه ماشي. اولا المفروض ان انا لا المفروض ان انا اقول كلمه طيبه. يعني لما اتكلم في اي حاجه لابد ان اقول كلمه طيبه. اولا عشان بس عشان ادخل من باب الصح. انا معترف ان الناس دي مسلمه ولا لا، اللي هم الفريق اللي ضد او الفريق اللي انا شايفه ان هم يعني مثلا ايه مش على هوايه. لا هو مش، بص حضرتك، هو مش خلاف ديني، هم مسلمين واحنا مسلمين، مش خلاف ديني، ده خلاف سياسي بحت، ومش لا هو خلاف مذهبي ولا هو خلاف حضرتك اي حاجه، ولا خلاف ديني ولا خلاف عقائدي، ده خلاف سياسي بحت. سواء طيب اتفضل. انا بس عشان بدخل عشان لا ما حدش كفرهم حضرتك. ثواني بس، انا مش بتكلم على طرف معين، انا على أيوة. طرفين. يبقى انا لما اعرف انت ده مثلا معايا او بلاش مسلم ولكنه يعيش في الوطن ليه حقوق انا ليش. طيب يبقى من هذه الحاله انا معترف ده كده، وهو سواء كان مسلم او غير مسلم لكن عايش معايا في الوطن، وعايش معايا القصه وعايش معايا الكلام ده. طيب انا عارف انه لابد ان انا احط في ذهني ان الانسان ممكن يغلط. اصل انا المشكله ان انا بثق لواحد ده ما يغلطش، او لو غلط لا، ده الانسان لازم يغلط. طيب هل انا مستعد يعني اتقبل واقول له الغلط؟ هل مستعد انصحه؟ لولا في هذه الحاله لا اقول كلاما يزكي الفتنه. انا اقول كلام يزكي الفتنه ويقوي فصيل على فصيل ويقوي طرف على طرف، فانا بعرف نفسي ان انا في الحاله دي ما وقفتش موقف الصح. لا انا كل كلامي لابد ان يكون تهدئه ولا ينصر رايا على رايا او فكره على فكره او اجرب دون الاخر. انا طب لو سمحت يا الحاج دلوقتي تكون مطمئن. طب هو دلوقتي لما نيجي نبص للآية الكريمة